أصدقائي الأعزاء، أصدقاء قناة تليفونكو، أهلا بكم في فيديو جديد. مشكلة بتواجهنا كل الناس اللي عندها نت خط أرضي، سواء وي أو فودافون أو اتصالات أو أورنج. طبعا كل الشركات رفعت السرعات بتاعة النت، لكن المشكلة الكبيرة اللي بتواجهنا ان كل الباقات بقت ليميتد، يعني محدودة. بيديك سعة تحميل 140 جيجا او 240 جيجا او 200 جيجا على حسب اشتراكك الشهري. بعد ما بتخلص سعة التحميل بتنزل سرعة الداونلود بتاعتك او الابلود ل 256. فالنهارده هنقدم لكم حل للمشكلة دي. لما حضرتك السرعة بتاعتك بتخلص انت سعة التخزين بتاعتك، بتنزل السرعة 256. فطبعا 256 مش هتشغل معاك اي حاجة، ولا تصفح ولا ابلود ولا داونلود ولا اي حاجة. فالنهارده ان شاء الله هنقدم لك حل ازاي تحافظ على الباقة بتاعتك دي وتخليها تكمل معاك طول الشهر. بس في البداية يا ريت اللي أول مرة يشوفنا على القناة يا ريت يتفضل يعمل اشتراك دلوقتي، وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل أصدقائنا. ويا ريت اللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي مشكلة سواء الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، يا ريت يكتب لنا تحت في الكومنتات نوع المشكلة اللي عنده، واحنا ان شاء الله هنجاوب عليها. ويلا مع بعض بينا، يلا ندخل في التفاصيل. الفترات بتاعتها ما بتدعمش تحديد السرعة، ولو بتدعم تحديد السرعة فهي بتدعم تحديد السرعة للكل، مش اي بيهات معينة. لكن الفكرة او الحل اللي انا هقدمه لحضراتكم النهاردة ان كل اي بي تقدر تحدد له السرعة منفصلا لوحده، سواء عايز 1 ميجا او 2 ميجا او 3 ميجا زي ما انت عايز. في البداية كل اللي انت تحتاجه راوتر تي بي لينك بالشكل ده، اللي هو 2 انتلة او انتلة واحدة. تي بي لينك 741 ماشي، 740 ماشي، 840، 841، ايا كان اللي هو التي بي لينك اللي هو بالشكل ده. وليه احنا اخترنا التي بي لينك ده؟ لان التي بي لينك ده فيه خاصية الباندويث كنترول، اللي هي عن طريقها تقدر تحدد السرعة لكل الايبيهات. فبالطريقه دي هندخل على التي بي لينك. هنكتب في الاول الاي بي بتاعك على التي بي لينك هنا، اللي هو 192.168.0.1، وتدوس انتر. طبعا هيجي لك الباسورد، بيبقى مكتوب في ظهر الراوتر عامه الباسورد، او لو انت غيرته تكتب الباسورد اللي انت مغيره، لكن هو عامه الباسورد بيبقى ادمن. هيفتح معاك بالشكل ده. في الخيارات اللي هنا في حاجه اسمها باندويز كنترول. في الخيارات اللي هنا باندويز كنترول، ادي باندويز كنترول. هتبدا من خلال الباندويز كنترول دي تحدد السرعه للايبيهات اللي معاك. فهنا هنكتب enable bandwidth control. طبعا هتبقى العلامه عندك هنا متشاله، هتحط هنا علامه، وبدل دي اس ال لا هنختار اذر. وهنا السرعه بالكيلو بايت. هنختار الاجريس باندويز. اجريس باندويز هنا تخليها زي ما انت عايز، 512 ماشي، 1 ميجا ماشي، 2 ميجا ماشي، 3 ميجا ماشي، زي ما انت عايز. دي الابلود، سرعة الابلود الماكسيمم بتاع الابلود. وهنا سرعة الماكسيمم بتاع الداونلود برضو انا مخليها هنا على 1 ميجا، انت براحتك عايز 2 ميجا، 3 ميجا، 4 ميجا، زي ما انت عايز، وتضغط على سيف. هنا السرعة دي مش هتخرج بره السرعة دي. اقصى سرعة توصل للناس المشتركين معاك او للايبيهات المشتركة معاك الابلود 512 والداونلود 1 ميجا. طيب الايبيهات احددها ازاي؟ في نفس الخيار بتاع الباندوث كنترول هنا في حاجه اسمها رول ليست. هنختار هنا الرول ليست، هي دي اللي من خلالها ان احنا هنضيف الايبيهات. هنا زي ما حضراتكم شايفين انا ضايف ايبيهات ومخلي سرعه الابلود المينيمم 512 والماكسيمم 1 ميجا، وسرعه الداونلود برضو المينيمم 512 والماكسيمم 1 ميجا. طب ازاي انا اضيف الايبيهات دي؟ عن طريق حاجه اسمها ادد نيو. هنا هنضغط ادد نيو ونكتب هنا الايبيهات. فالايبيهات حضرتك الايبيهات معروفه، انت تختار من 3
يعني من 192.168.0.3 لحد 199 بالشكل ده. وهتختار هنا البورت رينج من 1 ل 65535. اكتب الارقام دي زي ما هي. وهنا البروتوكول هنختار اول. هنا بقى السرعة، الخطوة دي هي اهم حاجة. هنا السرعة اللي من خلالها هتتحكم في النت وتوصل السرعة اللي انت عايزها للناس المشتركين معاك. هنا الاجريس زي ما قلت لحضراتكم دي اللي هي الابلود، هنا المينيمم وهنا الماكسيمم. زي ما احنا كنا مختارين هناك هنختار هنا برضو 512 او زي ما انت عايز براحتك. والماكسيمم هتبقى 1024 اللي هي الواحد ميجا. لو انت عايز 2 ميجا تضرب ال 1024 في 2 وتكتب الناتج اللي هي 2048. لو عايز 3 ميجا تضرب ال 1024 في 3. لو عايز 4 ميجا تضرب ال 1024 في 4 ميجا، وهكذا. هنا برضو الانجريس باندويز يعني سرعة الداونلود هنخلي المينيمم برضو 512 والماكسيمم 1024 وندوس سيف. هيتحفظ معاك طبعا. انا عشان عامل الكلام ده فطبعا ايه زي ما حضراتكم شايفين اول ما يتحفظ هيديك معاك بالشكل ده. طيب ازاي اعرف ان انا اللي عملته ده صح ولا لا؟ في البداية تدخل على اليوتيوب او اي موقع وتختار برنامج او اي فيديو عشان تحمله. البرنامج هيظهر معاك بالشكل ده. اربط الجهاز بتاعك سواء كان بالواي فاي او بسلك، تربط عن طريق التي بي لينك اللي انت حددت من خلاله السرعة، وتجرب تحمل تشوف السرعة هتوصل معاك كام. احنا طبعا محددين هنا السرعة 1 ميجا. شوف حضراتكم هنا السرعة باينة قدام حضراتكم اهو، مش هتزيد عن الواحد ميجا. يعني 70 كيلو 80 كيلو في الاخر اخرها 100 كيلو زي ما حضراتكم شايفين. السرعة مش هتزيد عن كده. بعد ما انا حددت الاي بيهات وخليت ان الماكسيمم بتاعها 1024 اللي هي 1 ميجا، مش هتزيد السرعة هنا عن 100 كيلو. طيب اجرب اربط على النت الرئيسي اللي انا محددتش من خلاله السرعة اللي هو الراوتر الاصلي او الراوتر الرئيسي اللي عندي، واجرب واشوف السرعة هتوصل معايا كام. فشايفين حضراتكم كده ان السرعة تبدأ ترفع معايا بالتدريج. شايفين حضراتكم معايا السرعة تبدأ ترفع معايا بالتدريج. شوفوا كده حضراتكم لو انا رابط على الراوتر الرئيسي السرعة طبعا سرعة عالية، وصلت 1 ميجا على حسب السرعة اللي واصلة لحضرتك. لو السرعة واصلة لك 1 ميجا يبقى انت كده واخد السرعة كلها. ده لو انت رابط على الراوتر الرئيسي. طب تعالى نجرب تاني نعمل ايقاف ونربط على الراوتر. شايفين حضراتكم السرعة نزلت برضو كده مش هتعدي ال100 كيلو. طب نعمل ايقاف ونجرب تاني السرعة على الراوتر الرئيسي. نغير طبعا لو انت رابط بسلك هتغير بالسلك، لو انت رابط بالواي فاي هتغير عن طريق الواي فاي. ونبدأ ندوس استئناف. تبدأ السرعة ترفع معاك بالشكل ده. طبعا الفكرة يا أصدقائي إن أنت بتحافظ على الباقة بتحديدك للسرعة. بتحافظ على الباقة بدل ما تخلص في 10 أيام أو في 15 يوم، لأ تقعد معاك 20 يوم. وبكده نكون انتهينا من شرح تحديد السرعة لكل المتصلين بالراوتر معانا على كل مع كل الشركات او كل الراوترات. وبكده نقدر نحافظ على الباقة بتاعتنا وتكمل معانا طول الشهر. يا ريت لو حضراتكم استفدتوا معانا من الشرح يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل اصدقائنا، ويا ريت اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات بتاعتنا. ويا ريت اللي عنده اي مشكلة او عنده اي استفسار يكتب لنا تحت في الكومنتات عن المشكلة اللي بتواجهه او اي سؤال تحت في الكومنتات.